اهلا بكم حبايبي حبايب قناه توفير وعاده تدوير فيديو جديد ولقاء جديد، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على العيش البايت في كل بيت. دي المشكله بتاعته ان الولاد لما بيكون عندنا عيش بايت ما بيرضوش ياكلوه. لو عندك شويه عيش بايتين زي دول اوعي ترميهم، ولا يعني مثلا كتير انا بلاقي يعني كتير من الناس بترمي العيش البايت. النهارده نعمل حاجه جميله جدا، كل الولاد بيحبوها وبياكلوها. وصفة حلوة جدا من العيش البايت. خليكي معايا لاخر الفيديو، شوفي خطواته، شوفي انا هعمل ايه من العيش البايت ده. هنعمل حاجة ظريفة جدا هنستفيد بيه بدل ما نرميه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه من العيش ده. بدأت بقى اخد رغيف او رغيفين، علشان يعني انت على حسب الكمية اللي عندك هتقطعيه قطع صغيرة، بحيث ان المية لما تحطيه في المية يبوش على طول. طبعا انا بفضل العيش البلدي عن العيش الفينو في الوصفة دي، لانه بصراحة بيبقى جميل. خدت بقى خلاص كمية العيش، وبدأت ان انا احطها في مية، ونزلت عليها كمية من المية كده، واسيبه شوية. هتتركيه بعض الوقت علشان ينفش كده ويشرب المية. بعد كده لما نشوف اللي هو بينفش كده، بتبص تلاقيه اتفتفت كده زي ما انت شايفاه في الفيديو. بعد ما يتفتفت هاخده، مش هصفيه ولا حاجه، انا هاخد كميه من الميه بس بسيطه، ما اخدش كميه ميه كتير معاه، وابتدي ان انا اعمله في الخلاط. بدأت خدت العيش وضربته في الخلاط، ومنعا للإزعاج طبعا أنا ما حبيتش إن أنا أشغل الخلاط قدامكم. بتنعميه زي ما انت شايفه كده، بحيث يبقى القوام ناعم. وزي ما قلنا هناخد كميه قليله من الميه اللي كان منقوع فيها العيش، ونبتدي نضربه مره ومرتين وثلاثه، بحيث ان هو يدينا القوام المتجانس الناعم اللي انت شايفاه ده كده. وبعد كده تنقليه الى علبه على جنب، ونبتدي نشوف الخطوه اللي جايه. والخطوه اللي جايه دي هي اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لو انتوا وصلتوا معايا للنقطة اللي احنا فيها دي. يلا بينا على الخطوة الجاية. أهلا بيكم من جديد. في طبق كده جميل جبت 3 4 معالق طحينة من العلبة، وبدأت اني انا اجهزهم. وعلى البوتاجاز دفت لهم شوية مية. وخدي بالك ان المية مش هتستخدميها وهي سخنة، ولا تستخدمي الكمية اللي انت مسخناها كلها. كلنا بنعمل طحينة وعارفين بنفك الطحينة ازاي الخام. بتحطي حبة حبة، وإذا احتاج الأمر بتزودي شوية، ولازم يكون القوام تقيل لأن لسه الإضافات الأخرى اللي هنبدأ نحطها. لسه الخطوات اللي جاية بعد كده. بستمر اقلب بقى الطحينه كده في الميه. وزي ما انا قلت، لو انت مثلا عندك مضرب سلك هتشتغلي بيه، عايزه تاخديهم كلهم في الخلاط براحتك خالص. انا بفضل ان انا افكها بالشوكه علشان يبقى قدامي على طول كده. وطبعا هو الكميه يعني مش مستاهله الوقت ان انا كل خطوه اجري على الخلاط. طيب دلوقتي احنا هنفضل نضرب كده بالشوكه او بالمضرب زي ما قلنا، الى ان يتجانس الايه القوام بتاعك زي ما انت شايفاه قدامك كده. طيب فين بقى دلوقتي الخطوة اللي احنا هنستخدم فيها العيش؟ لسه الخطوة اللي جاية هي دي اللي هنستخدم فيها العيش. احنا حاليا في الخطوة دي هي ان احنا فكينا الطحينة بشوية مية دافيين بس، مش اكتر ولا اقل. بجهز كام ليمونة كده بقى معايا. هروح دلوقتي اطلع البذر منهم، وبجهز طبعا معلقة او معلقتين توم صغيرين، ما بزودش عن كده. وطبعا معايا الخل اللي انا هستخدمه بعد كده، الخل الابيض، بعد ما ابتدي اجهز بقية الطحينة. عصرت بقى الليمون في طبق صغير كده، وبدأت ان انا اشيل البذر منه علشان اضمن انه ما تنزلش اي بذرة ولا اي حاجة في الاكل وانا بستخدم عصير الليمون. ودي طريقة جميلة جدا انا بتبعها في استخدامي لليمون في اي حاجة، سواء في اكل او في سلطة او اي شيء انا بستخدم فيه الليمون. الخطوة بقى دي كده يا جماعة، انا جبت بولة، قلت اجيب بولة كبيرة شوية ازاز علشان انا هعمل كمية كبيرة.
وبدأت اني انا اجيب معلقتين كده 3 من الثوم، وبدأت اني انا ادعكهم، واخدت شوية من الفلفل الاسمر. اهم حاجة الاول الفلفل الاسمر والثوم، تدعكيهم جامد جامد. او لو انت مثلا عندك توابل مشكلة مفيش مشكلة، يبقى توابل مشكلة. ليه؟ لان هي دي اللي بتخلي التومة يعني التومة تدي الريحة الجميلة والطعم الجميل، بتطلع اهم حاجة ان هي تطلع منه ايه؟ الطعم الجميل بتاعه. وبدأت أدعكهم كده بالشوكة، وبعد ما دعكتهم بالشوكة كويس جدا جدا وظبطتهم كده زي ما انتم شايفين، أبدأ بقى ايه؟ أنزل عليهم بقى بالطحينة بتاعتي اللي أنا فكيتها قبل كده بالمية زي ما انتم شايفين كده. بعد ما قلبت بقى الطحينة بتاعتي والحاجة اللي هي ايه، توابل. يعني انا ما حطيتش غير فلفل اسمر وملح لسه الاول. هبتدي انزل بالليمون. انا هنا عصرت الليمون علشان بس ما ينزلش البذر بتاعه. انزل بالليمون، وزي ما بنقول احنا اول ما بنحط الليمون بنلاقي القوام بيتخن كده شوية بتاع الايه، الطحينة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ابتدي انزل بكمية من العيش اللي انا عاملاه زي ما انت شايفة كده. انزل بكمية منه، مش هنزل بيه كله، وهشوف انا لو احتجت تاني ابتدي احط مرة تانية. بعد كده انزل بشوية خل، مش هيبقى كتير، هنزل بشوية خل صغيرين كده على حسب ما انا برضو ايه احتاج. وابتدي اقلب الايه، الخليط بتاعي زي ما انت شايفة كده. بص تلاقي القوام بتاعها جميل. بصوا يا جماعة القوام بتاعها اهي حاجة. هو الرغيف وشوية اللي انت حطيتيهم في الاول دول هما اللي ادوك المنظر ده. انا بقى هنا هبتدي يا اما احطها في البرطمان، اشيلها في برطمان او في علبة علشان ابتدي اجهزها للاستخدام على طول. هجيب بقى علبة واشيلها فيها وكده خلاص تبقى الطحينة بتاعتي اتظبطت. وهروح طبعا اظبط ملحها واظبط هضيف لها، يعني هشوف الملح بتاعها ايه. ايه رأيكم النهاردة في الفكرة اللي انتوا شفتوها دي؟ ايه رأيكم فيها؟ يعني بصراحة ما غرمناش اي حاجة غير ايه، لقمتين عيش او رغيف عيش، وعملنا منه سلطة الطحينة اللي انتوا شايفينها دي كده، ووفرنا بدل ما ايه نروح ان احنا نرمي العيش. وطبعا انت بتبقي برضو انت بتبقي عارفة، بس بصراحة هو في عيال ما بتحبش تاكل، في يعني اولادنا ما بيحبوش ياكلوا العيش البايت نهائي، سواء هو خسر او ما خسرش. طبعا العيش كان زي الفل قدامكم زي ما انتوا شايفين كده. انا هروح احطهم بقى في علبة واجيلك. حضرت برطمان كده، يعني برطمان او اتنين عندي، بس خدي بالك بقى لو انت هتشيليها في الفريزر يا ريت البرطمان ما يكونش ازاز. انا حضرت برطمان ازاز عشان انا هستخدم الحبة دول على اكل. وبعد كده ممكن بقى تعملي منها بابا غنوج، حطيها على الرنجة، حطيها على اي حاجة تانية عندك، على فسيخ، على اي حاجة. هبتدي بقى انا هحط في البرطمانات اللي عندي، وبعد كده احتفظ بيهم ان شاء الله. واللي انا استخدمه، واللي احتفظ بيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا حبايبي، انا جبت برطمان وفضيت فيه شوية كده زي ما انتم شايفين، وعلشان انا ابتدي اشيل الباقي في الفريزر لو انا مش محتاجاه. طبعا شايفين القوام الجميل قدامكم ازاي، بصراحة طعمها حكاية. بص حبايبي، هي ادتني كميه حلوه قوي زي ما انتوا شايفين كده. مليت لي البرطمان دوت، وبرده لسه انا هامله البرطمان التاني، بس هشوف انا محتاجه قد ايه وعشان ابتدي اشيل الباقي. وزي ما انتوا شفتوا كده القوام جميل جدا قدامكم، حاجه جميله وطعمها حاجه يعني في منتهى الجمال. كمان احنا طبعا انا عملت قبل كده البقايا بتاعت العيش الفينو، عملت منها سناكس كده، مقرمشات جميلة، هتلاقوها برضو على فيديوهات القناة. وانا ممكن اسيب لك الرابط بتاعها تحت صندوق الوصف بتاع الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دون، هتلاقيه برضو موجود. وزي ما انتوا شفتوا احنا استخدمنا العيش وما رميناهوش، واستغليناه بدل ما يروح يترمي ومحدش بيرضى ياكله بعد كده. ايه
ايه رأيكم في وصفة النهاردة اللي احنا قدمناها من العيش البايت؟ بدل ما يروح يترمي عملنا منه حاجة مفيدة. عملنا منه سلطة طحينة. شوفوا كمية السلطة قد ايه، يعني 2 برطمان. البرطمان منهم اكتر من كيلو. يعني انت لو هتروحي تعملي هتجيبي عشان تعملي الكمية دي، يعني ممكن تاخدي نص العلبة مثلا بتاعة الطحينة الخام. شوفي احنا بقى الفكرة خلت الكمية تضاعفت وادتني كمية كبيرة جدا. انا بصراحة يعني كنت عاملة منها للرنجة وللفسيخ، وفضل عندي برطمان ونص تاني. يعني انا ما استخدمتش الا نص برطمان، لان بصراحة القوام بتاعها جميل ومش خفيف. بتمنى الفكرة النهاردة تكون عجبتكم. ولو انتوا يعني اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، يا ريت فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ويوصلك اشعار بكل فيديو بينزل. وبتمنى الفكرة تعجبكم، وعلى وعد مني بلقاء جديد في كل حاجة. ومعلش اعذروني انا الايام دي بتأخر شوية في الفيديوهات، ظروف. وإن شاء الله أنا على وعد مني بفيديوهات قادمة وأفكار جديدة دايما إن شاء الله، كلها إعادة تدوير. وده برضو يعتبر إعادة تدوير للعيش. احنا إيه بقى عملنا من العيش البيت، عملنا له إعادة تدوير في أفكار أخرى. وبرضو في ممكن نعمل من العيش أفكار جديدة. إلى اللقاء، وعلى وعد مني بفيديوهات قادمة وأفكار جديدة إن شاء الله. باي باي.